تعالي اقولك ازاي تخلي الألمونيا بتاعتك تلمع زي الفضة بمكون كلنا بنرميه. بصي، اللهم بارك، بيخلي لي الألمونيا بتاعتي زي الفضة زي ما انت شايفة كده، وبمكونات بسيطة جدا وبطريقة سهلة جدا. هنعمل مع بعض الصابون الصلب في البيت بمكونات بسيطة، وهيخلينا الألمونيا زي الفضة. أنا الطريقة دي معتمداها من والدتي الله يرحمها، وجدتي ووالدتي متعودين ان هم كانوا بيدعكوا الألمونيا بالطريقة ديت، فأنا محافظة على الطريقة ديت وعايشة عليها على مدار عمري. بحب الألمونيا بتاعتي تبقى بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، فمتعودة بعمله على طول في البيت، وبعمله بطريقة سهلة جدا. تعالي اقولك هنعمله ازاي. هنجيب ب10 جنيه بوتاص او هيدروكسيد الصوديوم او حجر تسليك البلاعات، ومعايا كده هوت كوبايه من الميه نزلت بيها على البوتاص ودوبته تماما لغايه ما بقى معايا دافي كده، السخونيه بتاعته هديت وبقى دافي. ونزلت عليه بكوبايتين من الزيت المحروق، اي زيت عندك طبعا، باقي من الآلية. طبعا احنا ما بنبيعوش لان الناس دي بتأذينا بشراء الصابون او قصف الزيت القديم دوت، وهم للأسف ما بيعملوش بيه صابون ولا حاجة، هم بيستخدموه مرة تانية وبيبيعوه في الأزايز بيأذوا الناس وبيجيبوا الأمراض للناس. بس كده حطيت كده هوت البوتاص، ما يعادل كوباية بوتاص وعليها كوباية من المية المغلية، ودوبتهم تماما لغاية ما معايا بقى دافي. ونزلت عليه بكوبايتين من الزيت المحروق المصفي، وقلبتهم كده لغاية ما داب معايا. ونزلت عليه بمعلقة من الكربوناتو وحوالي 5 معالق من الملح الناعم، لان الملح هو مادة الربط وهو اللي بيديني الصلابة بتاعة الصابون بتاعي. هفضل اقلب فيه كده هوت لغاية ما كل المكونات بتاعتي دابت تماما. ونزلت عليه كده هوت بنص لتر من الصابون السائل، الصابون العادي اللي بنجيبه من بتاع المنظفات اللي بنغسل بيه المواعين بتاعتنا، او ممكن تحطي نص لتر من من الشاور، اي مادة يعني تديني الرغوة بتاعة الصابون. فالاسهل والاوفر ان احنا نحط نص كيلو من الصابون السائل. نزلت بنص لتر من الصابون السائل وقلبته كده تماما لغاية برضو ما داب معايا وكل المكونات اتجنست كده وبقت معايا تمام. هسيبه بقى هركنه كده هو شوية، وهفضل بقى رايحة جاية كده اقلب فيه. وبعد كده هو حسيت بقى ان انا خلاص بقى عايزة افصل واخلصه. جبت الهاند بلندر بتاعي، او انتي بقى تستخدمي الهاند بلندر المضرب، وممكن تحطيه في الخلاط عادي مفيش مشكلة. هفضل بقى كده اضرب فيه يعني على مدار 10 دقايق متتاليين. مش عايزة ممكن تضربي فيه مثلا بتاع دقيقتين وتسيبيه شوفي طلباتك وحاجتك وتشوفي مطبخك وترجعي تاني، وهكذا. فضلت لغاية كده لغاية ما طبعا زي ما انتوا شايفين المكونات بتاعتي بقت فاتحة معايا. كل ما بضرب فيه كل ما المكونات بتاعتي بتفتح، والزيت اختفى تماما، ولا ليه شكل ولا ريحة ولا اي حاجة. لون الزيت اختفى تماما، وبقت معايا المكونات بتاعتي كلها اللهم بارك فتحت زي ما انتوا شايفين. فضلت اضرب فيه كده هوت 10 دقايق وخلاص، وسبته بقى شوية. كان بقى معايا بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، تقل معايا زي ما انتوا شايفينه، بقى عامل زي كده الكريمة، او بقى عامل زي المهلبية. بس كده لميته كده من الجناب وسويته كده بالاسباتيولا، وللاسف انا ما شلتوش، ممكن تخليه في نفس المكان اللي انت عملتيه فيه. فسيبته في الطبق اللي انا كنت بعمله فيه، وسبته كده هوت بالشكل ده. سويته وسبته لتاني يوم، وبعد ما عدى عليه تاني يوم ابتديت بقى كده اشوفه عمل لقيته معايا بقى صلب جدا ونشف تماما، وخد شكل الطبق. هنا كده كنت بطلعه من الطبق اللهم بارك معايا ناشف جدا، وزي ما انتوا شايفين قلبته بكل سهولة ولا اتكسر ولا اي حاجة. هبتدي بقى هقطعه كده بالسكينة، وهو صلب معايا. وكل ما بتسيبيه بكل ما بينشف اكتر. بس كانت معايا القطعة سميكة جدا اللهم بارك، علشان انا الكمية كلها سبتها في الطبق زي ما هي. لو انتي وزعتيها في قالب كبير او في صاج هتاخد معاكي سمك ارفع من كده. بس كان تحفة جدا وخطير، وبيخلي الألمونيا زي ما انتوا شفتوا كده هو
زي الفضة اللهم بارك. وممكن تنضفي بيه البوتاجاز والحيطان والاستانلس، بيديله لمعة جميلة جدا وبينضف اي زيوت واي حاجة، وملوش اي اثر من الريحة بتاعة الزيت. جربيها يعجبك جدا، ورغوته عالية جدا بمكونات بسيطة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وجربوها.